اللي في الصوره ده جو جيرارد، وده اعظم بياع في التاريخ. الراجل ده باع لوحده 13,000 عربيه في 15 سنه، يعني 72 عربيه في الشهر. الراجل عنده طموح عبد الغفور البرعي، لسان حسين فهمي. من الاخر كده الراجل ده هو اللي قفل اللعب. وفي الفيديو ده هقول لك اهم الحاجات اللي اتعلمتها منه. رقم 1، ذا لو اوف 250، قانون ال 250. جو جيرارد بيقول لك ان كل شخص فينا حواليه تقريبا 250 شخص مهتمين برايه. يعني لو خسرت عميل واحد او ضايقته، انت ما خسرتش عميل واحد، انت خسرت شبكه من 250 عميل محتمل. بص سيبك من الرقم عشان مبالغ فيه شويتين، بس المبدا سليم 100%. ليسن تو، البيع بيبدا بعد امضه العميل. اغلب الماركتيرز بيصرفوا ميزانيات على العميل عشان يشتري مره، وللاسف بعد كده بينسوا. جو بقى كان بيبعت رسائل للعملاء بتوعه عشان بس يقول لهم انا فاكركم. الدرس هنا هو الحفاظ على العميل، لان زي ما قلنا قبل كده ان الريتنشن ارخص 5 مرات من انك تجيب عميل جديد. لو مش بتبني قاعده بيانات وقادر تتواصل معاها، فانت بترمي مجهودك في الارض كبياع. الدرس الثالث، ما تبيعش الحديد، بيع الشعور. الناس مش بتشتري عربيه مرسيدس، الناس بتشتري البرستيج او الامان والتوفير في الوقت. في الماركتنج ده احنا بنسميه السايكوجرافيكس. لو الاعلان بيتكلم عن المواصفات بس، فانت بتكلم الجزء الغلط في دماغ العميل. يا باشا اضرب على البين بوينت وصدقني هتلاقي المحفظه اتفتحت لوحدها. ليسن 4 بقى، التول بوكس. لازم تنظم ادواته. جو كان عنده ملف لكل العملاء بتوعه في ادق التفاصيل عنه، بيحب ايه، ولاده اسمهم ايه، بيكره ايه. ده النهارده يعني السي ار ام. لو ما عندكش نظام بيسجل بيانات العملاء وسلوكهم، يبقى انت بتشتغل بشكل عشوائي. وللاسف البيزنس اللي بيشتغل بشكل عشوائي نهايته معروفه. الخلاصه، جو ما كانش بيفكر ان هو ياخد عموله على كل بيعه بيعملها. جو كان بيبني امبراطوريه عارف ان هي مكمله معاه سنين، وده بناء على الثقه. الفرق بين البياع العادي والجيك هو ان الاول عايز يخلص البيعه وخلاص وياخد الكوميشن بتاعه، انما التاني هو عايز يمتلك السوق. المبيعات مش معركه بتكسبها، دي منظومه انت لازم تبنيها. لو عايز تبيع اي حاجه لاي حد، ابدا بانك تكون الحل مش المشكله. خليك جيك واعرف قيمه كل عميل بجد. ولو عايز تعرف اكتر يبقى اعمل لي فولو، لازم. سيف.